السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم مش عايزة تعملي لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا أي حاجة من دول، أو مفيش الكلام دوت وعايزين نعمل أكل أرداحي كده. صدقوني الأكل الأرداحي ده بيطلع أحلى من الأكل اللي فيه سمك وفراخ ولحمة. فالنهاردة هنعمل حاجة بسيطة قوي كلنا عارفينها، بس لو عروسة جديدة لسه ما تعرفش الطريقة عاملة ازاي، فتتفرجوا على الفيديو، وإذا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزل. وما ينفعش نبتدي من غير ما نصلي على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ ببركة بسم الله. والنهاردة الفيديو برعاية ماما، الحاجة هي اللي عاملة الفيديو النهاردة، فأنا مبسوطة جدا إن أنا شايفاها وهي بتعمل حاجة بسيطة من إيديها، فربنا يبارك لي في عمرك يا ماما. أول حاجة هنعملها البطاطس المقلية، حاجة بسيطة خالص زي أي حد بيعملها. بطاطس هقطعها شرايح وهقوم مقطعاها بالصوابع كده واسيبها في مية. والحاجة التانية، العلبة التانية ديت موجود فيها قرنبيط، أنا يعني ببقى عاملاه كده مفروم بالخلطة، تحفة جدا. بصوا طعمه خطير بجد، حلو جدا. اللي مش بيحب القرنبيط هيحبه بالطريقة دي. ومعانا جبنة قديمة اللي هي المش، وبس كده. دي الوجبة بتاعت النهاردة. حطيت معلقة ملح كده أو نص معلقة ملح على البطاطس، تملحها بتخلي طعمها زي القمر. في برضو لو انت عايزة تخلي لونها حلو ممكن تحطي نص معلقة من الكاري أو الكركم على حسب، يعني عايزة لونها يبقى طبيعي تمام، عايزة تصفري لونها فحطي نص معلقة. حلة على النار أو الطاسة بتاعتك، هتحطي فيها الزيت ونبتدي نقلي فيها البطاطس. بصوا لغاية هنا الطريقة سهلة وبسيطة، مفيش أي افتكاسة ولا يعني هتحطي إيه قبل إيه ولا الكلام ده خالص، عادي خالص. بطاطس هتتقلي في الزيت، أول ما لونها يبتدي يتغير أو تحمر معاكي تبتدي إن انتي تحطيها في المصفى. يفضل إن هي أي حاجة بتتقلي تحطيها في مصفى سلك الحديد، لأن البلاستيك هيخليها تبقى طرية. لكن الحاجات اللي هي الحديد السلك بتخليها ان هي تبقى كريسبي. تمام كده، خلصنا يعتبر اول خطوة معانا او اول طبق معانا في الاكل الارداحي النهاردة. الاكلة دي ممكن تعتبريها فطار او غدا او عشاء كمان، هي بتنفع في كل الاوقات. خلصت البطاطس، تعالوا بقى بينا نقلي القرنبيط. القرنبيط ده ببقى حاطه فيه كل البهارات والخضره، عايزه تزودي طماطم، عايزه تزودي فلفل حراق يعني حامي، شطه براحتك، دي اضافات ممكن تضيفيها بعد كده على اساس لو في اطفال يعني وانتي خايفه عليهم من الحامي. هنزل لكم الطريقه بالتفصيل لانه فعلا حلو جدا، فانا عايزاكم تتعلموا كل حاجه انا بعملها ان شاء الله. بعد كده هنزلها في الزيت، بعمل زي قرص الفلافل كده على ايدي من غير بقى ما تبلي ايدك ميه ولا اي حاجه خالص، هي العجينه حلوه معانا. فهعملها قرص مدور كده ومفيش اي اضافات عليها، انت بتعملي القرص بتضيفيها على الزيت، بتحمر على الوشين تقلبيها وتقومي حطاها على المصفى تتصفى وتعملي غيرها، ما بتاخدش وقت خالص. عاملة زي قلية الفلافل كده برضو، ما بتاخدش وقت، تقليها على الوشين تاخد لون بس كده، وقلبها طبعا هش وخفيفة. يعني انتوا هتجربوها وهتشوفوا انا بتكلم ازاي عليها. خلصت كده الكمية اللي انا عايزاها، هبتدي بقى ان انا احطها زي ما قلت لكم، انا عايزاها كريسبي من بره، فهبتدي ان انا اضيفها على مصفى سلك. دي كده تعتبر تاني طبق معانا. احنا كده خلصنا البطاطس المقلية، سايبينها بقى تتصفى، وعايزة تحطيه على ورق براحتك برضو. القرنبيط عايزة تحطيه على ورق اللي هو المناديل المطبخ براحتك برضو. وده تاني طبق. الطبق التالت هيكون معايا الجبنة القديمة أو المش. قبل ما نعمل الطبق التالت تعالوا نحط على البطاطس ملح وفلفل، بيخلي طعمها حلو جدا وهي سخنة كده، فبتتشرب التوابل وتبقى حلوة. أنا مش بضيف عليها أي حاجة خالص، فهو ملح وفلفل النهاردة، ولو هضيف نجرب بعدين. شايفين قطعة الجبنة دي؟ يعني هي حوالي يعني نص جبنة تقريبا، نص خرطة. هبتدي بقى ان انا اقطع عليها شرايح او مكعبات الطماطم. جبنة يعني عشان
هي حادقة، فهنحط عليها طماطم. أنا بحب الطماطم بصراحة يعني كمية كبيرة، فهحط حوالي 4 أو 5 طماطميات كده صغيرين مش كبار. هخلص الكمية كلها، وبعدين هبتدي ان انا اقطع بصل. جبنة يعني بصل، جبنة قديمة يعني بصل يتقطع صغير بقى برضو مكعبات صغيرة كده. وهضيف الطحينة وهضيف الزيت. الزيت يفضل ان هو ما يكونش بتاع التموين لان بيبقى ليه ريحة شوية، فخلوها الزيت العادي الفاتح. هقلب بقى الليلة دي كلها ويبقى اعتبر كده الاكل خلاص، اكل ارديحي زي الفل. اعتبري فطار، اعتبري غدا، عشاء، زي الفل. وطعمه بجد حاجة سكر كده. فتسلم ايدك يا ماما، ربنا يبارك لي فيكي وتعيشي وتعملي لنا. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزله. أستودعكم الله وأشوفكم في حلقة جديدة أو وصفة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا بطاطس مقلية وجبنة قديمة أو جبنة مش، وعملنا أقراص القرنبيط المقلية. فكان الأكل تحفة. أتمنى أن انتوا تشوفوه وتجربوه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.